اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. ايه ده؟ ايه البصل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الفيديو بتاع النهارده ده؟ هو الفيديو ده بتاع بصل؟ لا طبعا مش بتاع بصل. بس انا كنت زهقانه، فانا قلت اشارككم معايا في يومي. فانا كان عندي البصل دوت جايباه بقاله يومين. انا جوزي ربنا يبارك لي فيه ويحفظه يا رب، بيجيب لي البصل دوت، فبخزنه من السنه للسنه علشان لو احتجت بيبقى موجود عندي. فانا قلت بقى ايه، اما وانا زهقانه كده ابدا اخزنه معاكم. فانا خزنته كنت شويه وقلت ايه اكمل بقيه البصل معاكم وابدا يومي معاكم. فانا قمت الصبح بدري عملت البصل دوت وبدات ان انا اعمل اكلي. ليه بقى انا بحطه في الشبكه؟ بصوا انا بستنى الفرع ده لما ينشف شويه علشان ما يبوظش البصلايه، وابدا احط البصل في الشبكه. وبتحطي البصل في الشبكه ليه؟ هقولك ليه. البصل دوت الفرع دوت لما بينشف البصلايه بتقع من الفرع. فانا لو ربطته بالفرع هتلاقي البصل كله هيقع واحده واحده، وغير كده هيوقع الورق دوت وهيبهدل لي الدنيا. فانا بحاول ان انا بلملم البصل ده كله في الشبكه، حتى لو الفرع بتاعها نشف قوي ما يقعش البصلايه تبهدل لي الدنيا ابدا. ولو الفرع نشف هتلاقي البصلاية وقعت في الشبكة. هاجي بقى انا طبعا هاخد الشبكة واحدة واحدة واروح مفضياها واستعملها، ولما تخلص باخد الشبكية اللي بعدها، فما بتبهدليش اي حاجة. كده خلاص خلصت كمية البصل حطيته في الشبكة. ورحت بقى ايه، قلت بقى ايه اما اخلص البصل معاكو ونبدأ معاكو يومنا بقى والاكل وكل ده. الشبكة دي بتحافظ ان القشر ده ما يقعش في الارض. القشر ده طبعا لو وقع في الارض بيبهدل الدنيا، وكل ما البصلايه تنشف كل ما بتلاقي القشر ده يقع وبيبقى شكله وحش خالص. خلصنا البصل وعلقناه ورحنا بقى ايه، انا كنت عملت المحشي. طبعا انا ما حبيتش اطول عليكم لان احنا عاملين المحشي قبل كده على قناه مرتين او 3 مرات حاجه زي كده، وانا عاملاه كل مره بطريقه مختلفه، فمرضتش ان انا اعمله تاني واطول عليكم الفيديو. اللي عايز يعرف الطريقة ينزل كده يجيب طريقة المحشي، هتلاقوها جميلة جدا، والورقة عمرها ما هتفك منك في الحلة ابدا. كده حطيت الشوربة. طبعا كنت انا سلقت الفراخ وحطيت الشوربة وحطيت عليها معلقتين من الصلصة وقلبتهم ونزلت بالشوربة فوق المحشي وسبته يغلي وغطيته يستوي مع نفسه ووطيت عليه النار. بعد ما اتشرب وكده خلاص كنت سلقت الفرخة 3/4 سلقة، ورحت جايبة الصلصة ونزلت بالتوابل بتاعتي. التوابل عبارة عن ايه؟ فلفل اسود، كزبرة، كمون، بابريكا، توابل فراخ، معلقة سكر، بصل بودر، توم بودر، طبعا والملح على حسب الرغبة. الصلصة دي شايفين لونها جميلة جدا وصحية، عاملينها برضو على القناة. بصوا اللون الجميل، وعاملينها بطريقة صحية جدا. اللي عايز يعرف الطريقة ينزل على القناة يجيب طريقة عمل الصلصة. ورحت حاطة 3 معالق من الزيت. الزيت ده بيدي لمعة جميلة خالص للفرخة، وهيدي لمعة للصلصة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده هاخد بقى الصلصة شوية بشوية وهبدأ انزل بقى على الفرخة بالتتبيلة الجميلة اللي احنا عاملينها ديت. لازم اشبع الفرخة بيها كويس جدا، يعني انا اخلي التتبيلة تتغلغل كده في الفرخة علشان تديني الطعم الجميل وتديني اللون الجميل لشوية الفرخة. فرحت انا حطيت في الفرخة التتبيلة الجميلة ديت، ورحت ايه قلبت الفرخة وبدأت ان انا اشبع بقية الفرخة بالتتبيلة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص كده زي ما انتوا شايفين هبدأ افرد الصلصة كويس جدا بالتوابل بتاعتها اللي احنا حطيناها وعملناها مع بعض. وهبدأ بقى احط تكاية كده يعني ايه علشان المنظر العام. ونزلت ببقية الصلصة والتتبيلة الجميلة اللي احنا عاملينها للفراخ المشوية. خلاص كده نزلنا بالتتبيلة بتاعت الفراخ المشوية، وهاخد الفرخة بقى واحطها في الفرن. خلاص كده بصوا، بما اننا بقى بندردش مع بعض على بال ما الفرخه تتشوي في الفرن، كنت عايزه اقول لكم كلمتين. يا ريت يا جماعه نحافظ على النعم. النعم دي ايه؟ النعم مش الاكل والشرب بس، والله مش الاكل والشرب هي النعمه اللي في الدنيا. النعم اللي في الدنيا ام واب موجودين على قيد الحياه، ويا بقى لو تكسب برهم اخ واخت بيحبوا بعض، ودي نعمه كبيره جدا.
اولاد بارين بابوهم وبامهم، دي اكبر نعمه برضو. زوج وزوجة بيراعوا ربنا في بعض. النعمة ان انت تحافظ على حد فعلا بيحبك، لان في الزمن اللي احنا فيه دوت والله الناس يعني الحمد لله ربنا يعافينا الا من رحم ربي. خلاص كده حطيت طبعا الصلصة والتتبيلة الجميلة، وحطيت الفرخة في الفرن وطلعت بالجمال والحلاوة دي. طبعا احنا قلنا الغمقان دوت الصلصة والتتبيلة الجميلة، بس الفرخة كانت اتشبعت بالتتبيلة وكان طعمها وريحتها طبعا مش عارفة اقول لكم، انتوا جربوها وقولولي. ما شاء الله كانت خطيرة. وطبعا خلاص كان المحشي استوى وغرفته. بص الورقة عمرها ما هتفك منك، اعملي بطريقتي، انزلي تحت على القناة وشوفي الطريقة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واللي نسي اللايك يحط اللايك، وانتظروني في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.